لا هو آسر ما بيلعبش، هو بيضرب في البورصة، يعني بيبيع أسهم بيشتري أسهم، وهو دلوقتي باع أسهم وكسب $600,000. انت بتتكلم بجد؟ يس. طب وجاي من المسابقه ليه؟ ده انت ما شاء الله ابنك يكسبك الجايزه في ضغطه زرار. يا أستاذ عبد الجليل، أنا مش جاي علشان الجايزة المادية، أنا جاي عشان الجايزة المعنوية. يعني نتعرف على ناس جديدة، نتعرف على ثقافات جديدة كده يعني. جاي تروش يعني. يعني ممكن تقول كده. اتبسط اتبسط. إيه ده؟ آسر، الساعة بتاعتي اللي ب$100,000 بايظة. فكرني لما نروح سويسرا لازم نقفل المصنع ده خالص. اوكي يا بابي، احنا لازم نقفله. معلش لو سمحت، عشان في لقطه عدتنا كده. هي الساعه بكام؟ $100,000. ليه يعني بترجع بالزمن، ولا يعني توديك ايام عبد الحليم وترجعك ايام بقى 2000 وشويه، ولا زي الافلام ولا ايه؟ لا طبعا، دي ساعة عادية جدا، وبعدين دي أرخص واحدة عندي أصلا. انت عندك من نفس الساعات دي كتير؟ كتير جدا. طب خلي بالك منهم بقى، عشان ولاد الحرام كتير وما سابوش حاجه، وقريبين قوي منك يا رياض. إيه؟ هو في حاجة ولا إيه؟ ويرد. ده شكله بيهزر. احنا جنبك بقى يا استاذ رياض، جيران يعني. وقع منك دلدق منك 200,000 ولا حاجه، عدف علينا ماشي؟ أوكي. حبيبي. زواج مبارك ان شاء الله، الف مبروك. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. ألف سلامة يا مولانا. جرى يا جماعة، احنا مش شربنا الشربات وكلنا الحلويات بالسلامة بقى. متشكرين أوي يا أم بطة، متشكرين ألف شكر لجميلكم في الأفراح. مع السلامة. ألف ألف سلامة. مع ألف ألف سلامة بالسلامة. يا عم فهمي بالسلامة. والنبي يا عم سمباري، انت بتقول بير البترول هيطلع زيت وبقالك سنه واخد الفلوس. ده وقته تقول لي فيه الكلام ده؟ ده بدل ما تنقطني يا راجل. انا قطك ازاي بس وانت ساحب الفلوس اول باول يا عم سمباري؟ خلاص نقطنا بسكاتك. مع السلامة بقى. هي دي اخرتها. مع السلامة بالسلامة يا عم فهمي. بقول لك ايه يا سمباري، خد دي وهتدعي لي، انا مجربها، هتخليك زي محمد صلاح في الشامبيونز ليج. الله، كويس قوي. اصل انا خاف الليله دي العب في دوري المظاليم. يلا مع السلامه بقى. عايزك تشرفنا. مع السلامه بقى. عايزين ننام. اتجوزتي يا سمباري؟ مش قلت انا مش عايزه اتجوز؟ اصل الجواز مسؤوليه بتخنقني. جرايه وليه؟ ما تشوفي مسؤوليتك من مسؤوليتها. بقول لك ايه، انا عايزه فلوس على داير مليم. فلوسك ايه يا ام فلوس؟ اسكتي بقى والا هفضحك. كفايه البلاوي اللي انت عاملاها مع العيال على السكايب. لو النبي يا عم سمباري بلاش كده، ان الله حليم ستوش. اسكتي انت مش عارفه ده عامله فضايح على التليجرام. ما تخلينيش افضحك، انا عايزه فلوسي بقول لك. خلاص يا ست ثانية، كل شيء اسمه ونصيب. انا هحطك على صفحة تعارف على الفيسبوك وهتلاقي عدلك، بس تصبري شوية. هتديني حقي اللي عنده؟ ان شاء الله طبعا هديك حق. يلا بينا. الف مبروك يا عم سمباري. يلا الله يبارك فيك. مع السلامه. مع السلامة. سلامة. خلاص بقينا لوحدنا ضحى، هنكسر الدنيا لحد الضحى. النبي يا عم سمباري بلاش كده، اصلي بتكسف. عم بس بقى. ايه؟ ده انت عم الدنيا كلها، ده انت عم الحلاوة كلها. ضحى، افتح الباب يا ضحى، بلاش هزار. ده مش هزار، الليله دي هتبات في اوضه مختار. الليلة دي بالذات ما ينفعش انام في اوضة مختار. ياني شكلي كده هلعب في دوري المظاليم. هلو استاذ عبد المجيد، تعال نتعرف على باقي الناس. يا عم عم مجيد مين؟ عبد حفيظ. عبد حفيظ ومش اسمي اصلا ومتلخبط. الله يرضى عليك متلخبط. بنت صفاء حافظة 100 قصيدة شعر ونثر وأدب عالم وتريكو، مفيش حاجة ما بتعرفش تعملها. مسمينها عندنا في البلد الجينيوس. وايه المشكله؟ انا بودي ابني بيتكلم لغه الحيوان واوقات لغه الانسان. اتفضل. لا برضو ما بناكلش الكلام ده بره البيت، لا فشار ولا بطاطس مقليه. لا ده دراي فود. دراي فود؟ طعم الانشوجه. I think your daughter is clever but مش في ذكاء وثقافة ابني دالي. ابني دالي يقدر يلم كل المعلومات والثقافة دي في عمل فني واحد بلوحة يرسمها بتمثال ينحته. انا ممكن ارسم لكم بورتريه بالوان الزيت في اقل من 3 دقايق. دالي قلنا ايه؟ مش عاوزين نحرق كل كروتك. اوعى تخاف منهم يا بودي،
عاوزك تاكلهم بسنانك، خربشهم، هزلهم دينك. فاهم ولا لا؟ اوعى تحس. مش معقول ده. احنا اسفين جدا، اسفين جدا. انا ممكن ارتط لكم الكره دي 30 مره من غير ما تقع. دالي قلنا ايه كروتك؟ بقول لك ايه، جاي لي تنطيط؟ يلا بينا. يلا 5000 عدى انت وابوك واسيب لكم 100. يلا 200. يلا ايه دالي؟ قلنا خلاص مفيش كروتك. مصطفى ابني بقى ما بيعملش اي حاجه خالص، بياكل بس. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله. لا خد بالك منه بقى لحسن يتنظر. لا ما تقلقش. حبيبي ربنا يخليك. الله يعزك. مش ممكن. ايه ده؟ ايه يا عم؟ مش معقول. ده جيم ده لا في سحب خلفي ولا سحب ارضي. ما تقلقش كده يا استاذ، هي عطلت منك فين؟ قال لك في الجيم. يمين يا استاذ. العربية. عربية ايه يا بيه؟ انا بتكلم على الجيم الحق اللي هنا، لا في اي جهاز للظهر. انا كده ظهري علايس. يلا يا بوب نتمرن زي ما كنا بنتمرن في البيت. يلا يا كيمو حبيبي يلا. هدي نفسك بس، هدي نفسك شوية. تعال يا بوب. يا نهار ابيض. تعال. ايه يلا ده؟ هو يلا يا كريم كمل يا حبيبي. ها يلا مش هسيبك، يخرب مش هسيبك بيت. غير لما تكمل 500 عد الضغط. ها ايه الاولمبياد اللي احنا جينا فيها دي؟ ده الناس هنا امكانياتها كبيره قوي، ده احنا ما بنعرفش نعمل غير ان احنا نفك شعرك ونلمه بالتوكه تاني. صلي على النبي في قلبك، ده كل دوت خيش وقش. الواد ده تمام وكف على ودانك ومقص يقع على الارض ما يجيبش منطق. جماعه في موضوع مهم. ايه؟ الاوض لذيذه. لا بجد والله العظيم. بمناسبه اللذيذه دي، علي ابن اللذيذ عامل لكم اغنيه جامده. لا يبقى نسمع بقى. يلا بينا. علي ابنك كمغني؟ لا ده فوق خالص. يلا علوه. يلا. لسه علي. طب فاكر نفسك فاهم؟ تعالى شوف الاصول. علي ابن البسوني كسر كل الحدود. كلكم راكبين مرسيدس واحنا طايرين بالبوش. لو حد تسال علينا روح على جوجل واعمل سيرش. وانت باصص للواد ليه؟ سايب كل العيال وباصص للواد ده بالذات ليه؟ انا مش فاهم يعني. وربنا ما سايبه. اهدى عشان معناه السماعه. تتحداني؟ اه. ولا بقول لك ايه، اعملي كده البتاع اللي في بقك ده. ماشي. عدهم بتاكو والتخرخ هنسوق عواقنا في الوش بقى. سنسون حضر غايبين بحجر روح يا يا منطقه ذكر. علي الخطه بيه. بي 1 2 3. بليز اسحقه يا علي. ودي. ماشي. بديك في الوش على البيت تكش على البيت بدس ففيك بدش. ثم تكش خليل مهرجان يا ضخم. بكلامي في البهين تلعب تخسر على اللي يشيل. تلعب تخسر على اللي يشيل. ايوه. تحفه. دي ما شويه عيال. طب اندال 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 والله ما فيكم جدعان. والله ما فيكم جدعان. والله العظيم والله غلابه. حافظين عليا. اشتري مركبه فضائيه. خد يا زيكا، طرطق لي ودانك للكلمتين اللي قالهم لك دول. احنا كده كده طالعين من الجوله الاولى من المسابقه دي. احنا مش قد الناس اللي هنا. شايف الناس اللي هنا دماغها عامله ازاي؟ ده لو ما ادوناش كارت المفاجاه الفوريه اللي بيقولوا عليه ده. يا عم انا خليتهم يسقفوا ودسيت الولا في كلمه غروبه. دسيت ايه؟ ده انت قلت نسنوس حاضر. ده كويس ان البوليس ما دخلش خدنا انا وانت بعد اللي انت قلته ده. افهم افهم اللي انا بقوله لك. بقول لك ايه، ما تجيب اللي في بطنك وتقول ان هي امه. الله ينور عليك. حلو. احنا هنهبق النهارده من المكان، لا مسابقه ولا دياولة. بس مش هنطلع بالمولد بلا همس. فل عالكل. تعالى. الله على الكاميرا اللي فوق دي. هات الشنطة. افتح. افتح. انا كنت متاكده انكم هتعملوا كده. يا رجلي
معقولة كده ضحى؟ هفضل واقف على رجلي طول الليل ودي ليلة دخلتنا؟ يوه، الصراحة يا عم سمباري، أنا مكسوفة قوي. مش عارفة بيعملوا إيه في الحاجات دي أول مرة أتجوز. انت يعني يا حبيبة قلبي يا بطوطة عمري مفيش واحدة صاحبتك تقولك عيب اللي عملتيه ده؟ وأنا ما قلتلكش. ما تفتحي بقى وتقولي لي. يا عم سمباري، أنا عمري ما كان ليا أصحاب، طول عمري لوحدي، لا بكلم حد ولا حد بيكلمني. ولما رحت المدرسة كنت في الفسحة بقعد لوحدي. لا فسحة ايه؟ الفسحة خلصت، احنا دلوقتي في حصة الألعاب. كنت بقعد لوحدي مهزوزة، مش حد بيكلمني. مرة واحدة كبرت، قلت خلاص هخرج للدنيا واشوف الناس. لقيت الناس بوشين يا عم سمباري، بوشين مش بوش واحد يا عم سمباري. قلت خلاص ما بدهاش، هجيت من البلد وجيت على مصر وقعدت اكافح واكافح لحد ما اشتغلت في محل الاشاربات. احمر شفتشي يا شربات. ما هو الأحمر الشفتشي ده هو اللي مجنني وموديني في داهية. وبعدين بقى يا حبيبة قلبي، مفيش داعي لقصة صعودك وطموحك الكبيرة دي، أنا الدمع هتفر من عينيا. افتحي بقى بدل ما أكسر الباب. عم سمباري، انت بتزعق وعايز تكسر الباب؟ انت طلعت بوشين يا عم سمباري، وشي زيهم زي الاشرار الوحشين. لا يا عم سمباري، لا. لا والله يا حبيبتي، أنا بوش واحد مش أكتر. افتحي كده وهتتأكدي بنفسك، نفس الوش اللي انت سبتيني بيه لما جريتي مني. افتحي يا حبيبتي، افتحي وأنا هفهمك كل حاجة. خلاص يا عم سمباري، حقك، هفتح الباب، ده بيتك وحقك، خلاص والله. بس خلاص ابعد شوية. حاضر، هبعد يا حياة قلبي أهو. بعدت؟ أيوة بعدت كمان. حاضر، أنا ببعد أهو. قال ابعد كمان. ضحى، ضحضحتي. ايه ده؟ انت فين يا كتكوتي؟ ضحى، انا جيت. انت استخبى في البلكونه يا العفريته. ضحى، ايه ده؟ انت بتغفليني وتقفلي الباب. ضحى، مش كنت عايز تخش الأوضة؟ أديك خشيت. وانا هعمل ايه في الأوضة لوحدي؟ عمي سمباري، أنا بحبك وارتحت لك، اصبر عليا شوية. كلامك حاجة وأفعالك حاجة تانية. يوه، ما بدهاش بقى. وأنا ما قلتلكش؟ ما تفتحي وتقولي لي بقى. يا عمي سمباري، أنت بتفكرني بالمرحوم أبويا، مش حاسة بجوزي خالص. يا أبويا. أبوكي؟ أمال المأذون اللي كان هنا من شوية ده كان إيه؟ دليفري؟ إحنا نحل، إحنا نمسك العصاية من النص، يومين 3 كده تسيبني كده مع نفسي، كده أفكفك كده مع نفسي وأفك كده وأرحرح كده في بيتي وآخد على الوضع الجديد. ها، مرضي؟ يومين 3؟ وأنا هعمل إيه في الوضع اللي أنا فيه؟ انا كنت متاكده ان انتوا هتعملوا كده. يا استاذه في سوء تفاهم، طب نتكلم. طيب بس مش خالص، مش عايزه اي مبرر. انا شايفاكم بعينيا دي من خلال الكاميرات، واول ما جيتوا انا كنت حساكم. امال ايه يا ابني؟ انا بفهمها وهي طايره. امال انا اختاروني مديره للبرامج ايه كده هفق من فراغ؟ والله انا عيل صغير، هو اللي استغل براءتي والله. انت يالا هتمثل يالا وهتودينا في داهيه ولا ايه يا مدام؟ الله يرضى عليكي. احنا كل اللي حصل ده هناخد شنطتنا ونمشي، ولا نشوف ولا من ديري. لا يا حبيبي، انا مش هسمح باي حاجه من دي. انا عارفاكم وفاقساكم كويس. اول ما لقيتوا نفسكم قاعدين في وسط الناس اتسحلبتم واتدحلبتم ورحتوا مخفيين في حته لوحديكم وقاعدين كده ساكتين انطوائيين. وايوه احنا مواطين فعلا وملناش في القعده مع الناس. كنت عايز اكلمك في الموضوع ده فعلا يا مدام هلا. الناس هنا بتتعامل معانا بطريقه غريبه جدا، وكاننا غراب عليهم، بالذات الراجل اللي اسمه منير ده بيكرهنا قوي، فاحنا حاسين ان احنا مش قدهم، فركنا يعني على جنب
مش هينفع يا بابا. هتخرجوا دلوقتي وتقعدوا مع الناس وتتكلموا معاهم وتتألفوا معاهم عشان أنا أعرف أقيمكم صح. اتفضلوا. يعني هو ده اللي حضرتك شفتيه؟ أيوة ده اللي أنا شايفاه. شفتيش حاجة تاني؟ لا. رضا. تمام ماشي، احنا فعلا كويسين ياض صح؟ ها طول عمرنا. يلا. إيه ده؟ يلا. إيه الثقة الفظيعة دي؟ مدام علا قدرت تحلل شخصيتنا بمنتهى الدقة. الحمد لله عدت على خير ورجعنا الساعات. رجعنا الساعات والأيام اللي ضاعت من عمرنا بعيد عن الناس. أنا وابني بنحب العزلة، كنت دايما آخد مدثر وأطلع على حلوان وأتجنب التواصل مع البشر. ولا مختار. مختار. إيه يا ولا؟ مخ. قاري يالا عبد الحفيظ يالا، عبد الحفيظ يالا يا غرباوي. عايز إيه؟ اتخمد بقى. ما انا مش عارفه اتخمد يا زميلي. زميلي يا ابني أنا أبوك اتعود تقول لي يابا ما تفضحناش. يا عم وماما كلهم نايمين ومحدش داري بحاجه. يا ابني في كاميرات مرشقة في كل حتة في المكان، خد لنا صوت وصورة. مسكوه. اوفسايد 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 اوفسايد. ايه يا عم في ايه؟ انت في حد ماتلك في الاوفسايد ولا ايه؟ كابوس كابوس يا استاذ عبد الحفيظ، بس الحمد لله ربنا ستر. الحمد لله الحمد لله. اللي اقول له يا استاذ عبد الحفيظ، ايه؟ انت صاحي ليه انت وابنك؟ هو في حاجه؟ ابني فلذت كبدي، مش عارف ينام بره الزريبه اللي كان عايش فيها. ايه؟ قصدي كومباوند الزريبه اللي كان هو فيه. معلش. يعني انت سهران شويه يا استاذ عبد الحفيظ؟ مش قوي يعني. طيب تجي لي احلام؟ لا والنبي لا والنبي. الله يخليك، اتفضل نام نام. طيب تصبحوا على خير. انت يا ابني، انت يا ابني السرير اللي انت نايم عليه دوت حرير في حرير، لعمر اهلك هيناموا عليه. ما هي دي المصيبه يا زميلي، السير دوت طالي بياخد ويدي ومفتوح من فوق، وانا ما بعرفش انام غير في الماسوره. اجيب لك ماسوره منين؟ عيل شقيان من صغرك، صعبان عليا. اللي قدك دلوقتي يا ابني زمانه نايم في حضن امه. ما تديش مروان، ما تديش مروان، بلاش مروان، بلاش مروان، بلاش مروان، ادي اي حد تاني. طلع قوي طلع قوي طلع قوي. الحمد لله. مين في مستشفى المجانين ولا ايه؟ تعالى بس عايزه اوريك حاجه. توريني ايه؟ مش فاهم. غمض عينك. غمض عيني ليه يا عبيط؟ همشي مغمض عيني انا. طب اتفضل. في ايه؟ ايه اللي تا 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 تا. انجزي في ايه؟ مستر رامز المشكله اتحلت خلاص. لقيته لابتوب؟ مهاب قدم مفاجاه لمستر رامز. انت لسه هتبوس؟ الله اكبر. انتوا كلكم اترقيتوا. كل واحد فيكم عليه شركه لوحده. يا فندم احنا مش مستنيين مقابل، احنا بس كنا بنعمل شغلنا. كل اللي كنا عايزينه نفرح حضرتك بس. عشان دي اكبر فرحه في حياتي كلها. ايه ده؟ ماشي، هو الديسكتوب متغير بس عادي، هو اكيد خد اللابتوب فغير الديسكتوب بتاعه. بس الهارد فاضي؟ ما هو طبيعي يا فندم يكون فاضي، اصل احنا لمينا من بعض وجبنا لحضرتك لابتوب جديد بدل اللي اتسرق. على فكره ده احدث من اللي فات والرامات هنا اعلى. على فكره القديم كان عره وانا ما كنتش عايزه اقول لك. اطلعي بره. بس كنت بره. انا راجل صاحب شركه كبيره قوي ومعاكم كلكم، بس انا ما كانش معايا فلوس فعلا اجيب لابتوب ولا راماته اقوى. مش قلت لك هيفرح؟ لو حضرتك تفتكر الشنطه كان فيها ناتشا. حط ده على جنب بقى كده. مبسوط. عارف انتش براحتي. مبسوط. اي قلت لك هتبسط. ده انا هنتش وشك كده. ناتشك فين يالا؟ اديني فرصه كمان. لابتوب فين يالا؟ بص تعالى انت بتهرب. بتهرب. يا سيدي يا سيدي. اوه حلوه الدنيا رايقه. حلوه قوي. تاني تاني. هو بيعمل سحر ولا ايه؟ يا سيدي يلا بقى نروح نجيب اكل عشان الشيف وقع كل الاكل. حد عايز نعمل له معاه فطار يا جماعه؟ اوه سينيفي كم انت خلبوس يا عزيزي الشيف. عاوز تحصد النقاط بدري بدري ها؟ لا
منير عزيز يعرف يعمل فطار ابنه دالي بايده كويس قوي. ميرسي. ايه علاقه النقط بالفطار يا استاذ منير؟ ما تحاولش تعمل فيها الجود جاي عشان تكسب الجود فارده في الاخر، ما تستطيبش نفسك. ها الراجل ده نفسيته بتشد ومحروقه قوي. لا سمحت يا شيف، عايز فتة لبن وعليها رشة دراي فود، اصل معوضه يفطر مع القط بتاعه، ويا ريت كمان تحطي لي الاكل على الارض عشان ما يعرفش ياكل على الترابيزه. معلش هو مفيش لبن والله. ليه ده اكل حيوانات؟ معلش ما دي تخصصات. ما تزعلش يا بودي، كل يا حبيبي. ها يا جماعه حد عايز حاجه تاني؟ كنت عايز بيتزا ايطالي وقهوه فرنساوي وكوبيبه شامي وتمر هندي. ده في المطار الكلام ده. طب سوداني اسواني طيب. مفيش الكلام ده. ها يا جماعه حد عايز حاجه تاني؟ امروني. 2 3 نزل السلطه وشويه طحينه، حبه البركه وحبتين كوبيب. يلا. عايز بيض مسلوق. استنى بس عشان ادوق. في صبيت، في اخطبوط. هات لي عيش هنا بقى وشويه شاي عشان افوق. انا ما فهمتش. ولا انا ولا حد. انا عايز ثانيه واحده. اعمل البكبكه اللي انت بتعملها في بقك دي. انا عايز زيه بالظبط. بيض مسلوق مع الشوفان والحليب، اكل الوحوش. عشان يدوق. وانجز بقى عشان اتخنقت. دي تعويذ بتقولوها قبل الفطار ولا ايه يا جماعه؟ دي راب جيم. برافو عليك، برافو. برافو والله، برافو. لا طالما كده بقى الحان نبقى ننزل بالكمانجه بتاعتنا واحنا بنفطر بعد كده. طيب اكسكيوز مي بقى، طالما انا مضطر انا واسف نفطر معاكم، ممكن تعملي كروسون؟ مفيش والله. لا في ده انا اعمل لك انا يا باشا، اعمل لك انا اعمل لك انا. مصلحه دي. بس بقى اعمل لك انا يا باشا، انت بتعرف تعمل حاجه. بقول لك ايه يا استاذ شيخ؟ اتفضل يا بلديني. عايز ملتوت وجرجوش وقطعه ستيك ويل دان، بس تكون ويل دان. يا بلديني انت جاي تحقق احلامك، مفيش غير كيش. انا شايف ان شيف جمال يا جماله صيده سهله قوي، خصوصا انه ما بيعرفش يطبخ. وبان قوي الكلام ده واحنا في المطبخ، قعدنا نطلب منه طلبات وهو ما نفذش اي طلب من الطلبات دي. قعد يمسك الطاسه ويقعد يعمل لنا كده، عمل الشو، قعد يحط لنا الملح، ما عملش اي حاجه. فانا بطالب اداره البرنامج هنا يا اما تجيب لي الاوردر اللي انا طلبته، يا اما خرجوه بره المسابقه. ما هو مش هينفع كده، ده عالة على المسابقه يا جماعه، بياكل بس. الحمد لله، احمدك يا رب، بداوا يتفاعلوا مع بعض. لا والمناوشات ما بينهم كمان ابتدت بدري قوي. عارفه يا مدام علا؟ انا اسفه انسه انا من خلال يعني ملاحظتي ليهم اقدر احلل نفسيه كل واحد فيهم بالظبط. لا ما هو مش وقته التحليل ده وتطرشي على وشك وتقعدي تحكي وتقولي وتلقلقي. لا كفايه عليكي كده بقى، اسكتي شويه. ايه ده؟ ريحه الاكل اللي عامله الشيف كمال ضرب في نخاشيشي. الا بالحق الاستاذ عبد الحفيظ وابنه ما بيفطروش معاهم ليه؟ صدقني ما كنتش واخده بالي خالص. لازم يا حرام انطوائيين وعايزين يقعدوا لوحديهم. استاذ عبد الحفيظ. استاذ عبد الحفيظ. يا فندم انا موجود، عبد الحفيظ عوض الغرباوي. انا عارفه، انا بنده عليك، انت لسه نايم لحد دلوقتي؟ يلا يا حبيبي قوم عشان تفطر مع بقيه الزملاء في المطبخ. مش عارف صوتي ولا ايه؟ انا رئيسه اللجنه. يا نهار اسود، مدام علا. اهلا وسهلا مدام علا، اتفضلي بيتك ومطرحك. اتفضلي. انت فين؟ فين ايه؟ يلا اصحى وصحي المدثر بتاعك ده. قوم يا ولا، قوم يلا يا مدثر، يلا بينادوا علينا. قوم يا بينادوا علينا. يا عم خلص عشان بيدوا درجات على الفطار. قوم حياة امك خلص يلا بدل ما نروح في داهيه. يا استاذ عبد الحفيظ، ايه اللي على السرير المدثر ده؟ ده مدثر ابني طول عمر حلمه حياته انه يبقى رائد فضاء. عشان كده عملت له نموذج لمركبه فضائيه عندي في البيت، ومن ساعتها ما بينامش الا جواها، وان شاء الله هيكبر ويبقى رائد فضاء. او لواء فضاء. انا طموحي ملوش اخر. تعالى يا ولدي، تعالى يا مدثر ابني. معلش انا اسف ان احنا اتاخرنا، معلش صحينا متاخر يا استاذ. هو حضرتك اللي بتعمل الاكل؟ انا اللي بعمل الفطار. الله يخليك. طب اعمل لنا بقى معاك عشان احنا على لحم بطننا. امرني. 2 طعميه بطحينه و2 فول بالبيض و1 بطاطس مهروسه و1 صوابع سلطه بس، وعايزين 1 ديناميت و2 شاي. انا شايف ال50 وابني ده عشان لسه صغير شايف ال30. تمام بس بسرعه.
عينيا، بس ده هياخد شويه وقت مني. ليه؟ على ما ابعت اجيبه من بره. الحاجات دي اصلا مش موجوده هنا. امال هنا ايه موجود؟ هنا في حاجات خفيفه كده، لازانيا، كانالوني، ستراجانوف. لا انا صايم. ستراجانوف اما بوص صيامي بقى السنجرعروف ايه؟ هو احنا في روسيا؟ اما لو في روسيا اقول لك على حاجه، سيبني انا اعمل. سيبني تطبخ انت؟ امال ايه؟ امال ايه يا باشا؟ ده انا يا باشا طباخ، ده انا بشوفه اهو الراجل بيعمل كده. حلو. ثواني يابا. ما تزودش طيب من ده. لا عيب يابا، في ايه؟ الله الله الله. خد بقى شوية حاجات من ديت بقى. يلا الفطار هنفطر في الجرينه. شكرا احنا كده. شكرا يا باشا. معلش يا حبيبتي، انا اسف، عارف اني مقصر معاكي، بس انا مشوار في السريع قوي وهتلاقيني عندك. خلاص؟ يا حظك يا هايدي، يا ربي. يعني اليوم الوحيد اليتيم اللي بنقعد فيه براحتنا ونتقابل، نازل تقابل البومه اللي اسمها كارلا دي، عامله لك ايه دي قد كده. في ايه يا هايدي؟ انت ايه زيرو ثقه بالنفس؟ مفيش خالص. وبعدين انت هتغيري من القمر دي. ايه ده؟ اوعي تقولي عليها بومه تاني، مهما كان دي هتبقى مراتي. يعني ايه يا حبيبي؟ طب ما انا مراتك، ولا عشان رضيت بقى اتجوزك عرفي؟ عشان انا كنت سكران اليوم ده، ما كنتش مركز مع مدام. قصدك ان شاء الله؟ قصدي ان انا لو كنت فايق اكيد كنت هتجوزك رسمي عند مأذون. طب يا حبيبي احنا فيها انت فايق اهو، يلا نتجوز رسمي عند مأذون. ما تتفرجيش على افلام، ما تتفرجيش على مسلسلات. انت ليه محسه ان انت اول سكرتيره في مصر تتجوز مدير عرفي؟ انا الموضوع ده شفته في مليون مسلسل قبل كده، انا جايب اصلا فكره منه. ايوه على فكره انا كمان شفته، وعلى فكره انا رضيت بس بالوضع ده عشان انا بحبك، لولا كده اقسم بالله العلي العظيم عملت بدلك كده او كده لا تشوف وشي تاني عمرك ما شفته. اوحش من ده؟ وفي اوحش من كده؟ هاتيلي بس البرفيوم التحفه اللي انا بحبه ده، هو ده. خد يا اخويا برفان لها. بصي هايدي، انا مش عايز شوشره في الموضوع ده، عشان لو مأمون عرف او كارلا انا هتسوح، وانا اساسا متسوح بعد موضوع اللابتوب، مش ناقص. انا بس لو تديني فرصتي ارجع لك اللابتوب ده كده. سمحت، بعد اذنك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. تحب حضرتك تشرب ايه؟ انا عايز واحد حلبة حصوة. حصوه؟ قصدك حلبة حصى. للاسف ما عندناش. يعني ايه ما عندكمش؟ ليه المشروبات البسيطة بتاعت الناس البسيطة مش موجودة؟ ليه لازم اطلب لاتيه فرابيه؟ هو في ايه بقى؟ خلاص يا رامز، خلاص الراجل غلبان ده هو بيشتغل هنا يعني. طب بعد اذن حضرتك بس ممكن 2 نسكافيه؟ ايه ده؟ هو مش حضرتك مذيع برنامج زي كود فازر؟ مش مصدق نفسي. إيه ده؟ منوره الدنيا يا فندم. بجد يا فندم؟ وحضرتك عرفتني؟ طبعا يا فندم، حضرتك منوره الشاشه. معقول يعني حضرتك فعلا متاكد انه انا؟ طبعا. استاذن حضرتك قبل ما تمشي ممكن ناخد صوره؟ لا وليه قبل ما امشي دلوقتي حضرتك؟ يلا. لا مش دلوقتي يا فندم، المدير واقف. على اذنكم. لا اتفضل. الاحراج ده انا اول مره في حياتي حد يعرفني. ده شكل الحلقه الاولى كسرت الدنيا. هي اتعرضت؟ هو انت ما اتفرجتش؟ بهزر معاكي، شفتها يا كوكي من حلقتها 3 مرات. 3 مرات، ايه القمر ده؟ ايه ده بجد؟ طب قول لي بقى يا رامز، ايه اكتر حاجه عجبتك في الحلقه؟ يعني ايه اكتر حته كده شدتك؟ وانت مذيعه ماشيه كده على الستيج شامخه. ايوه انا كنت شامخه فعلا. ماسكه المايك شامخه. فظيعه يا كارل، فظيعه. بجد يا رامز؟ يعني انا ما كنتش كده متوتره مشدوده خايفه، اصلا كنت مرعوبه. طب انت عارفه بقى ايه اكتر حاجه عجبتني فيكي بجد؟ ايه؟ الجامب سوت اللي كنت لابساه يا كوكي، قمر عليكي قمر. ايوه بس انا ما لبستش الجامب سوت اللي انا وريتهولك، هما جابوا لي دراس تاني. وبعدين يعني انت متخيله ان انا هسيب الجوهر وركز في المظهر؟ درس، انت شايفه المظهر. صح، انا عارفه ان دي شخصيتك فعلا. طب قولي بقى، مين اكتر اب عاجبك في البرنامج؟ يعني شايف ان هو هيكسب؟ محمد مين؟ محمد، هو اسمه محمد. هي عشان اول حلقه فانا ما كنتش مركز في الاسامي قوي لان هم كانوا كتير وعدد اصلا. محمد الشناوي. هو ده الواد ده راهنين على كام انه يكسب دلوقتي. عدي. بس محمد الشناوي ده حارس مرمى نادي الاهلي. هو كان اسمه محمد. ما هو انت رحت داخله بالشناوي. رامز انت كذاب، انت كذاب وبتشتغلني. انت ما شفتش الحلقه وما اتفرجتش على اول حلم انا بحلمه في حياتي. شكرا يا كارلا. بعد اذنك كان عندي شغل. صدقيني هو محمد وهيكسب. خلاص مصر كلها اسمها محمد، البرنامج الوحيد اللي ما فيهوش ولا محمد. ايه النحس ده؟
ألف سلامة عليك يا معلم. عموما الولاد مش بطالين، هتملى لهم استمارات وتسلمها في الأمن وتسيب رقم تليفونك. احنا هنعمل لهم اختبارات، هنشوف هينفعوا معانا هنا في المعسكر ولا لأ ونكلمك. شكرا. هو انا بقدم لهم في مركز الابداع ولا ايه يا كوتش؟ ما تكيشني وتخلص وتقبك، ده حاجه كده يعني. جرى ايه يا معلم جربوع؟ انت هتطرطش بالكلام ولا ايه؟ انا الولاد اللي بيقبلوا عندي هنا في المؤسسه لازم الIQ بتاعهم يبقى عالي ويكون عندهم توافق عضلي عصبي ذهني، واخد بالك، عشان يقدروا يحققوا التارجت اللي انا بطلبه منهم. براحتك يا كوتش. تعالى يا ولاد، انا عارف اوديكوا فين. تعال. يا كوتش احنا اتطقصنا ومشينا ورا الخيط اللي هيوصلنا للولا زيكا. واد اسمه بولا، قال مع اللي شغالين حر فريلانسر يعني، هو اللي سحب الجدع اللي هرب الولا زيكا. بولا؟ واين هذا البولا؟ ما جبتوهوش معاكوا ليه؟ شغال تبع منصور الشوح، هو اللي بيحميه. حاولنا نكتر معاه في الكلام كان هيشلوحنا. منصور الشوح ده حبيبي، انا هنزل له بكره واخلص الموضوع معاه. ديسمست، انصراف. الشوح، ذكريات الطفولة. ودلوقتي ميعادنا مع أول منافسة حقيقية بين الآباء، لعبة ابني في حضني. واللي من خلال اللعبة دي اللي تشوف الأب هيعرف إزاي يتعرف على ابنه وإحساسه بيه. تعالوا نشوف أول متسابق معانا. اتفضل. بسيوني يطلع ابنه من وسط 1000. علي ده البسيوني ريحته باكو ب1000. تعالى علي. برافو، بسيوني قدر يتعرف على ابنه. هو مصطفى ابني، ريحة التومة باينة في ايدي. الحان؟ انت ايه اللي خلاكي تاخدي من التوم بتاعي؟ للأسف جمال ما عرفش ابنه وخسر معانا اللعبة، أنا آسفة جدا. لا دي لا يمكن تكون صفاء بنتي. أنا صفاء. ما جرستنيش ليه يا بنت؟ وبعدين ايه الحضن الماسخ ده؟ كيف هتعرف حضني وأنت عمرك ما حضنتني يا ابني؟ المتسابق اللي بعده. اقطع دراعي لو الواد ده مش مدثر ابني. عليا النعمه هو. كنت حاطط ايدي على قلبي، انت عرفتني ازاي؟ عيب عليك ده انت ريحتك النتنه جايبه اخر القريه. انت ناس لما كنا بنحميك انا والواد شفيق. شفت بقى قله الحمى جنب شويه ازاي؟ امال ايه؟ فل عالكون. Absolutely, Dali, my son. الوحش بتاعي. دماغ دي انا عارفها كويس. بود يا ابني حبيبي، كل الغيبة الطويلة دي. لا يا حبيبي مش زعلان. مدثر ابني اقدر اطلعه من وسط مليون طفل من خلال حاسه الشم بتاعتي. ريحته بتهفهف. ابني يا ناس. يا جماعه استقريتوا على مين هيخرج من المسابقه؟ انا برشح مجاهد، راجل غريب جدا، عمره ما حضن بنته، عمره ما حضن. ما خلاص يا استاذ توفيق، وانت بتتلكك عشان تعتصر الاحزان. وعامه انا مش شايفه ان دي مشكله بين الاب وبنته، لان الراجل مش مقصر في بقيه الحاجات التانية. يعني البنت كمان مثقفه جدا، فواضح ان هو احسن تربيتها. انا وجهه نظري التربيه اهم من الحنان. لا الحنان، الحنان ثم الحنان ثم الحنان. صحيح فكرتني. سماح، اطلعي عند حنان جارتنا يا ماما، هاتي منها الطبق اللي بعت لها فيه مسقعه امبارح، عشان هي بتضرب عوف على الحاجه.
ودلوقتي زي ما انتوا عارفين هيكون ميعاد التصفية الأولى للبرنامج، وزي ما انتوا عارفين إن لجنة التحكيم بتختار 3 أسامي من المتسابقين هيغادروا البرنامج، علشان للأسف دول أقل ناس حصلوا على درجات خلال الأسبوع ده. أنا طبعاً آسفة جداً، أنا عارفة إن دي لحظة صعبة، مفيش أي حد يتمنى إن الحلم اللي جاي عشانه يموت. ما تنجزي يا حاجة. اهدى يا حبيبي، اهدى يا مدثر يا ابني. اتفضلي يا استاذ. حاضر يا أبي. 3 أسماء اللي مرشحين لمغادرة البرنامج. أول اسم معانا هو كمال. لا ما لقيتش اتغدى والله ما كنت حاجه. ما قلت لك يا جمال، مش كل السندوتشات تتعمل في عيش بلدي. ما لقيتش غير البلد. تاني اسم هيكون معانا مرشح لمغادرة البرنامج مجاهد. ايه قلت لك يا عم مجاهد، ده برنامج بيجي في التلفزيون. اكوي الجلابيه. هتكويها امتى؟ تالت اسم والاسم الأخير اللي هيغادر البرنامج هو اكسكيوز مي، انت عامله لنا جو سسبنس على ايه؟ وجهي بصرك هناك عند البسطاء. أستاذ عبد الحفيظ. هو عبد الحفيظ، ما هو عبد الحفيظ ده اساسا ما يشرفش لا برنامج لا هو. مين؟ أستاذ عبد الحفيظ. ازاي يعني؟ يعني أنا آسفة جدا والله. اسفه؟ انا مش عايز اشتم. ما الحاجات دي بعديها بتيجي حاجات مش كويسه. انا اصلا مش عبد الحفيظ. نعم؟ قصدي يعني ايه خلاص؟ والله دي مش رأيي، ده رأي لجنة مش رأيي؟ التحكيم. أنا بعتذر جدا. اكسكيوز مي، انت في تشوك اوفر شويه، ده كان اكسبكتد. ليه طيب قولي. شخرس. اطمن يا مجاهد يا واد عمي، انت دلوقتي ما بتمثلش نفسك وبس، لا انت بتمثل النجع كله. مفيش وقت يا جناوي، لو التصويت ضعيف هيكرشوني من البرنامج. انا عايزك تحط في بطنك بطيخه صيف او 2 كيلو سفندي او لبن رايب عشان الحموضه. الجايزه دي هتبقى ليك. انا جامع لك حريم البلد كلاتها او قاعدين يصوتوا لك. اسمع، تصويت مش تصويت يا متخلف. بقول لك ايه، اعملوا لي فوتنج، انا قصدي الفوتنج. ابعتوا رسائل على رقم البرنامج، ها؟ اعملوا لي فوت لحسن بموت. خلاص يا وليه اسكت. ايه طلع في مس اندرستاند. ايه لا ما تقلقش، اعتبر الجايزه في دارك. النجع كله لازم يصوت يا جناوي. انا يا واد عمي، انا يا مجاهد، بس اسمع زي ما اتفقنا الجايزه بالنص. ايوه انا وعرقه ومفتح. ال 300,000 دولار انا ليا فيهم 15,000 جنيه. ماشي. باي باي. انا قلقان قوي، يا ترى مين هيخرج النهارده؟ لا انا عن نفسي مطمن بصراحه. كنت بتكلم مين يا ريس متقال؟ لا مفيش، داني بطمن على الارض والعزبه والبقره والدوده. البقرة والدودة، على فكرة ده كان الماجستير بتاعي في الطب البيطري، علاقة البقرة بالدودة. كان لازم تنسحبي من لسانك يعني وتقولي ما حضنتكيش. امك عم بتعبد فيك ليل نهار، استفدنا ايه يعني؟ ولا انت عايزاني اسيب الارض والعزبه والبقره والدوده واقعد اعمل لك تفرتين يا اختي؟ يابا انا ما قصديش. ايه يا ريس ابو صفاء، انت في حد يعامل بنته بالقسوة دي؟ ده انا بودي ابني بفضل احميه ولا يفه واسرح له شعره هو وفيتو القط بتاعي قبل ما يناموا. على فكرة يا أبا صفاء، إذا كنت فاكر إن الموقف اللي تعرضت له أنت وبنتك ده ممكن يخرجك من المسابقة، I don't think so. أنا شايف إن أنت تستحق الوصول لحد قبل السيمي فاينال بسيكا. هو صحيح اتس كلير مين هو الجود فاذر، بس مفيش مانع تفضل موجود معايا لحد آخر المسابقة عشان بحب المصداقية في المنافسة. أنا أحب أكسب منافس قوي، لكن اللي لازم يمشي فوراً وإيميدياتلي الأخ اللي اسمه عبد الحفيظ، ده كائن فضائي هو وابنه، ومبوظين المسابقة، أسرة سوقية وفي غاية البوهيمية. سوري مستر منير، حرام عليك، أنا شايف إن هم ظراف جدا. اكسكيوز مي مستر رياض، ظراف جدا دي لو احنا واخدينهم معانا رحلة الفيوم يضحكونا ويسلونا، إنما دي كونكيرونس يا جماعة، كومبيتيشن، مسابقة ليها شروط وقواعد، وده لا يفقه فيها أي شيء، ده كائن فضائي يركب مركبته ويرجع كوكبه بقى.
على طلال ما حد هياخدها غيري. بتقول انت كمان محدش هيكسب المسابقه دي، لا انت ولا انت، انا اللي هكسبها، انا وبودي ابني، فاهمين ولا لا؟ كيب كولم يا دكتور، كيب كولم. انا اللي هاخدها ومن بعد الطوفان، واللي هيقف قصادي هسحقه حتى لو كان بنتي. مشاهدينا في كل مكان، ودي اللحظة اللي كلكم مستنيينها، وهي لحظة إعلان نتيجة التصويت النهائية اللي هنعرف من خلالها الجمهور اختار مين علشان يكمل معانا البرنامج، واختار مين برضو علشان يغادر البرنامج. أنا آسفة جدا وعارفة إن دي لحظة صعبة علينا كلنا، بس للأسف دي قوانين البرنامج ولازم نمشي عليها. ودلوقتي هتظهر النتائج قدامكم على الشاشة. يا رب يا رب، ده احنا اغلب من الغلابه. عبد الحفيظ، مجاهد، جمال. يا لهوي، حطونا نمونيه دلوقتي زي ما انتم شايفين. ليه نعم، الكوليسترول بيزيد عندي كده؟ لا ده مش كوليسترول، قلبي وجعني. ما هو مش سمنه، ده التصويت. السمنه ولا ايه؟ للأسف أقل نسبة تصويت كانت لجمال، ده معناه إن جمال هو اللي هيغادر البرنامج. جمال كله جمال مغادر أهو. يلا يا ابني ما تنساش ترجع تفتح الفرن تاني يا جمال. مش هفتح حاجة. كنت حاطط ايدي على قلبي لما طلعت نمونيه في البرنامج، بس برضه لما الشيف جمال خرج زعلت قوي. كان بيعمل لنا احلى اكل، هيوحشنا نفسه في الاكل. انا بشكر الجمهور العظيم اللي صوت لي، واوعدكم هاجي اصوت لكم في الافراح ان شاء الله. صدمة كبيرة طبعا ان انا اخرج من البرنامج بالسرعة دي، بس الحمد لله يعني قدر الله وما شاء فعل. بس انا متأكد ان لو كان الجمهور شم ريحة طشة الملوخية بتاعتي اكيد كانوا هيصوتوا لي. هي التلفزيونات للاسف مش بتطلع ريحة الطشة، وده يمكن السبب، لكن الحمد لله. انا بس عايز اقول لكل الاباء اللي معايا هنا في البرنامج انا خارج بس نفسي معاكم. خلاص مش بتقولي شايفاك زي ابويا. زي ابوها ايه؟ ايه اللي زي ابوها ده؟ وانا شكلي عجزت يا شنواني؟ فشر، ده انا بحس اني شايب قدام شبابك. ما هو انت شايب فعلا، وبعدين البت دي مالها؟ لخبطتني. مش شايفه حلاوتي؟ مش شايفه وسامتي؟ مش شايفه الكاريزما اللي فيا؟ ايوه بس انت لازم تكسر الحته دي عندها. الشعر الابيض بيكبر برضه. لا يا راجل، وانا طلع لي شعر ابيض؟ كام شعرايه كده لا راح ولا جم. بس اعمل زيي. انت شعرك ابيض برضه. اصبر. هو انت سابغ؟ سلامة الشوف يا معلم، مش شايف ولا ايه اهو؟ والله اول مره اخد بالي. اصلك من انا دايما بتنمر عليك وبتجاهلك يعني، فمش معتبرك خالص. اهم حاجه تسيب لي نفسك، انا هاخدك لحلاق صاحبي يظبطك. وانت اللي هتظبطني ولا الحلاق اللي هيظبطني؟ وبعديها بقى هاخدك لواحد صاحبي بتاع ملابس هيظبطك. والتلاتة هيظبطوني ولا ايه؟ وبعديها بقى اوديك لدكتور سنان هيظبطك. كده بقيتوا كتير قوي، كام واحد هيظبطني؟ لا الاولانيين هيظبطوك، ده بقى بتاع السنان هيظبطك. وده كويس يعني دكتور كويس؟ وتفتكر هعرف اكل تاني بعد ما اروح له؟ ده انت هتمشي على اسنانك بعد كده. يا سلام، انت فرحتني. انا من دلوقتي سلمتك نفسي. وانا استلمتك خلاص. حبيبي. اسمع بقى اما اقول لك يا سمباري. انا عارف انت جاي ليه. خد يا عم ال 500 جنيه بتوعك اهم. وانا هعمل بقى ايه يا سمباري؟ انا كنت هدخلك مشروع كبير قوي، مشروع الجلاش. الجلاش من اول السنه الماليه الجديده هينزل على الجدول، فسعره هيغلى. الجلاش الحلو هيبقى زي الجلاش الحالي. انا بقى هلم كل الجلاش اللي في السوق واسقعه عندي، وبعدين اما السوق يشح انزله تاني وبالسعر اللي انا عايزه، نبيع ونكسب. طب خد بقى، ما انا حبيبك، كسبني معاك. لا ما ينفعش 500 جنيه، عايزين كمان 1000. انت جيت في جمال بسيط، وادي كمان 1000. مش عاوز حد يعرف خالص بالموضوع ده. في بيه اتوكل انت بقى على الله. ده انا بحب الجلاش قوي. يلا مع السلامه. كتر خيرك يا سمباري. ما تجيبش سيره الجلاش. مع السلامه. كتر خيرك يا سمباري. جلاش
جلاش اللي بتتاجر فيها يا معلم؟ وده موسم الجلاش اصلا. حطيت ايدي على قلبي لما طلعت المنيب بس برضه لما الشيف جمال خرج صوت ده مش غريب عليا، انا سمعته قبل كان كده. بيعمل لنا احلى اكل، هيوحشنا نفسه في الاكل. انا بشكر ده برنامج احسن اب، مصر كلها بتشوفه، اللي بيكسب ياخد شقلة فلوس. انا مش عارف ازاي البرنامج ده كان غايب عنك يا عم سلبان. هو في اب في الدنيا امثل منك؟ ده كفايه اسمك سيمباري اللي محدش فاهم معناه ايه لحد دلوقتي. قال اذا اردت شيئا بشده فاطلق سراحه، فان عاد فخير وبركه، وان لم يعد فخير وبركه برضه. ربنا يكفيكوا شر قلب الاب. ماشي ماشي يا عم مختار. ماشي ماشي ماشي. فلوس كتير بس كله اتصرف، متقدرش تدوس لي على طرف، قلت لي الحساب ده كله اعترف. صرف السوني داخل وبيعلي، نط النطه بين عدي، حجام كتير ومش قدي، احلام كتير وبين ودي. اتصرف كل حاجه عندي اتصرف. يا عم وزيوني ايه يابا؟ ايه اللي اتصرف؟ انت معاك قرشين عايز تطيرهم ولا ايه؟ ادخل بالراحه يا اخي. لا ستة مشغل الجي بي اس جايب اخر الدنيا ودماغنا يعني هتفرقع. يعني انت ايه يعني القلق اللي انت عامله ده؟ يا معلم ده ديستراك نازل هديه لواحد صاحبي، وسيبني بقى اظبط البيت على مزاجي. ايه الديس ده؟ ديستراك ده عندك اخصام؟ انا حياتي كلها اخصام على اعداء. يبقى انت بقى بتوجه يعني فاهم كل الحشو ده كله وبتوجهه بقى الشخص على الانترنت، يوتيوب بقى، سبوتيفاي، انغامي. لا يابا كده تقل مننا. لا يابا انا لو متخانق مع حد انزل له منطقته اخد حق منه كده دايركت، انما هقعد اغني له على النت هتقل في المنطقه. ملوش كبير نجيب له كبير ونقعد ونعمل قعده ونذبح عجل. انت منين؟ انا من بورسعيد. تمام نشد البورسعيد ونشوف الدنيا هناك. لكن كده ده ما دلوقتي ده كان زمان، دلوقتي 2021 انت بتواجه الاخصام عن طريق النت. انت طريقتك كده يعني؟ طب اسمع دي. طب وريني. اسمع دي، اسم الحته. تحب تتخانق من على النت؟ طب بقول لك ايه؟ وريني هتقتلهم ازاي عنك. بص الحته دي، الحته دي. هم المفروض بقى يسمعوا بقى، ففجاه يلاقوني داخل بقول ايه بقى؟ ايه؟ دخول مفاجئ كله ارتجف، وش منور زي النجف، 5-0 الجيم اتبلف وانت تلعب بلا هدف. هدف. هي طب بقول لك ايه؟ مش انت مدرس جغرافيا وتاريخ؟ اه. طب ما تدس الاطلس من عينيا. يلا بينا. امال ايه؟ طب خد دي بقى طريقتي دي. ماشي بس دس. ها؟ هدس حاضر. ماشي ماشي يلا. ماشي في الاطلنطي. قابلت مين بقى؟ قابلت البت انتي. حلو. كانت ماشيه ماشيه هي وخالتي. حلو. خالتي كانت ايه؟ كانت ماشيه حلوه. بصي على الخريطه. بصي اديني نظره. بصي وقف يابا الدوشه دي بقى. ليه يابا؟ بص يابا احنا هننزل نضرب العيال دي في منطقتهم على طول. الخناقه دي كده هتقل مننا وانا ما اخشش في خناقات الا. عايزنا نروح نقعد مع الناس هاجي معاك وتصبح على خير بقى. تصبح على خير. بكره جاي خير. اتفضل. تصبح على خير. بكره ان شاء الله جاي. بكره جاي خير. هنتقابل في المعادي. ماشي شكرا. يعني ما تعملهاش تاني. ها؟ النهارده مسابقه جديده ما بين الاباء، واللي هنشوف من خلال لعبه تعرفني قد ايه مين الثنائي اللي يعرف بعض اكتر. تابعونا. حماده، ايه الاغنيه المفضله لبودي؟ القطة المكليشية. ايه اكتر حاجه بابي بيخاف منها؟ الصرصار اللي بيطير. استاذ عبد الحفيظ، ايه اكتر لون مدثر بيحبه؟ خلصت. استنى. مش هستنى حد بقى. الازرق. ورينا. الازرق. برافو، اجابه صحيحه. برافو. صايع برضه.
السؤال لمدثر، ايه اكتر حاجه بابا بيحبها؟ اكسكيوز مي، ده اختبار بسيط جدا. انا الحقيقه ما توقعتش تكون الاسئله بالسهوله دي. الاسئله دون المستوى خالص. ايوه ده يعني مثلا كنت متوقع يسالوني المسافه ما بين ودن دالي اليمين وودنه الشمال كام سنتي. أنا طبعا بحب العملات الورقية جدا، بحطهم تحت زجاج مكتبي، عشان كده مدثر جاوب صح. طبعا بحب جمع العملات الورقية، خصوصا العملات النادرة، مش الفلوس التانية طبعا. رامز زوزي، انا لقيت لك حل في حوار اللابتوب بتاعك. ازاي؟ في واحده صاحبتي اوكرانيه اتعرفت عليها لما كنت بشتغل انيميشن في شرم. مصر كلها عارفه قصتك في شرم. البت دي وقعت واقفه، اتجوزت حته دين راجل غني جدا. الراجل ده بيشتغل زعيم مافيا في روسيا. وبعدين؟ تخيل يا رامز، البت بعد ما خدها ونضفها تخونه بعدها بشهرين. تصور. فيلم ايه ده؟ ده فيلم ايه؟ في ايه يا رامز؟ انت عمال تنط في الكلام بتاعي. في ايه؟ انا جاي لك في الكلام. ابوس رجلك تعالي في الكلام عشان انا اتخنقت. حاضر. المهم الراجل بقى ده عارف ازاي انها بتخونه؟ عن طريق ابن اخته دومتري يوغافيتش، اشهر هاكر في العالم. وهو ده بقى اللي هيجيب لك اللابتوب بتاعك. ده شكله خطر. هو اللي خلى اغنيه ديسباسيتو ترند في العالم كله. طب ماشي، عندي سؤال بس. واحد زي ده هيعرف واحده زيك انت ليه؟ هيبقى عليك. انا اتفقت معاه خلاص وجاي مصر. بكره هتروح تجيبه من المطار. بس انا بصراحه يا استاذ عبد الحفيظ يعني عايزه اقول لك على حاجه. ايه؟ احلى حاجه فيك انت ومدثر ان انتوا ناس طبيعيه قوي وقريبه مننا، يعني شبه الناس كده، مش متكلفين زي الناس اللي معانا. لا احنا مش متخلفين الحمد لله، ربنا مكملنا بعقلنا يعني. لا انا ما قصدتش متخلفين، بقول متكلفين، يعني ناس بسيطه يا استاذ عبد الحفيظ. احنا بسطاء قوي. وايش بقى استاذ دي؟ قولي لي مختار على طول. ايه ده؟ مين مختار؟ ايه ده معلش، اصل ده واحد صاحبي مات غرقان من ساعتها واسمه محفور جوه دماغي. معقول مات غرقان؟ مات يعني؟ غرقان هيحصل له ايه تاني؟ الله يرحمه. حقيقه يا استاذ عبد الحفيظ مشاعرك رقيقه جدا جدا، وبصراحه انت اب هايل. تربيتك لمدثر انا معجبه بيها قوي، مخليه كده عنده شخصيه وسمارت. انا معجبه بيكوا جدا بصراحه. امال انت فاكره ايه؟ انت عارفه مدثر ده الله اكبر عليه، بيكسب في الطلعه 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ ايه ده ما شاء الله، 2000 جنيه مره واحده؟ امال ايه؟ ليه بقى بيشتغل ايه؟ بيكسبهم منين؟ بيشتغل في الاشارات. ايه الاشارات دي؟ لغه الاشارات يعني، بس هو بيمرن الصم والبكم. ياه، معقول؟ انا مش مصدقه، طفل في العمر ده وعنده المشاعر الانسانيه دي. وحنين قوي ما شاء الله. حقيقي انا معجبه بيكم جدا يا استاذ عبد الحفيظ. طب ما يلا. يلا ايه؟ يلا هاتي اسمك يعني على الفيسبوك، عشان انا دخلت ادور طلع لي كارلا البستان وكارلا الورداني وكارلات كتير كده. انت انهي كارلا؟ للاسف ان تعبت نفسك على الفاضي، انا ماليش اي اكونت خالص. مالكيش خالص؟ ما تعملي. ما انا هعمل الفتره اللي جايه ان شاء الله. طب انا بالمناسبه الظريفه دي كنت عايز اقول لك على حاجه جوه قلبي. أليسا كارلا، تسمحي لي بالهديه البسيطه دي؟ شامبو وكونديشنر بزيت اللوز ضد البراغيث للكلب الجولدن بتاعك. لطيفه قوي والله يا استاذ حماده، متشكره جدا، بس للاسف انا ما عنديش اي كلب. معقوله؟ أليسا وكارلا وجميله وما عندهاش كلب جولدن؟ احلى جرو جولدن يجي لك النهارده. متشكره جدا، بس فعلا انا ما عنديش وقت خالص الفتره دي. مش مهم، انا موجود، هربيه واحميه وليفه واغسله واقص له شعره كمان. ما تشيليش هم. امال انا رحت فين؟ انا رحت فين؟ انت دخلت كده وشايفني قاعد يا استاذ حماده ومش معتبرني خالص. في يا استاذ عبد الحفيظ، ايش فهمك انت في الكلاب؟ اللي قاعد قدامك ده كلب بوليسي بيشم على بعد 2000 متر الباراشوتات اللي زي. ايه؟ شطات؟ انا سمعت حاجه كده ممكن تضايقك يا استاذ حماده. ايه؟ بودي ابنك قرصه عقرب في المقر هنا. بودي؟ عقرب هنا في المقر؟ في المقر. ازاي؟ سبحان الله، معجزه. لا بودي ما فعلا لو عقرب. حاجه غريبه جدا. سيبك انت من العقرب والكلام ده. انت برج ايه؟ انا برج الحوت. الله، برج جميل قوي. ميرسي. كنت حابب اللي قبل ما يجي. معلش انا اسفه. هو في ايه بقى؟ معايا تليفون مهم، هرد على خطيبي. خطيبي؟ ثانيه واحده بقى. يعني ايه؟ الو؟
ايوه يا رامز. رامز انا في الشغل، قلت لك هكلمك بعدين، مش معقول كل شويه كده. لا ما تعطلنيش وانا في الشغل. يلا باي باي. انا اسفه جدا يا استاذ عبد الحفيظ. ها كنا بنقول ايه؟ هو احسن مني في ايه؟ هو مين؟ منير ده احسن مني في ايه؟ ليه درجاته اعلى مني في التعيين؟ لا بص بقى، موضوع الدرجات ده انا ماليش علاقه بيه خالص، كله راجع للجنه التحكيم، وانا من رايي ان انت تسيب اصلا التصويت للجمهور هو اللي بيختار. انت ليه مخطوبه؟ يعني ايه ليه مخطوبه؟ ليه؟ انا ليه؟ لا انت غريب قوي. انا اللي غريب برضه. بصي بقى، احنا هنمشي على المزوره مش جوه المزوره عشان ما تتسدش، ماشي؟ يلا. الله قول يا عم. الورد طفيت الشمع يا حبيبي. ما امشي من هنا. ايه ده؟ في ايه؟ ايه ناقص نكد؟ بنتدرب على الاغنيه. في ايه عجبت مالك؟ بتغني طفيت الشمع. يلا بينا من هنا. دلوقتي زي ما انتم شايفين. نعم الكوليسترول بيزيد عندي كده. لا ده مش كوليسترول. يا ساتر. لا يا عم سمبري. يا ساتر يا رب يا ساتر. تتفرج على ايه يا شفيق؟ لا ده الحاج متولي. شوف مهما قدم انا ما بعرفش اقلبه خالص. بس ده مش الحاج متولي، ده عبد الغفور البرعي. ما هو عبد الغفور البرعي زي الحاج متولي، انا ما بعرفش اقلبه برضه. انا عارف انت كنت بتتفرج عليه يا شفيق على البرنامج. انت قصدك برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا؟ ما خلص. بس الرجاله يعرفوا يكدبوا، ما تحورش عليا. انا شفت البرنامج على القهوه، برنامج الجوايز اللي ابني داخل فيه بنصبايا عشان يكسب الجايزه. فبلاش شغل التعابين ده بقى، انا عارف ان انت عارف. يا شفيق هات لي دواء الحموضه. حاضر يا بابا. هروح لبابا بس اشوفه عايز ايه وجاي لك على طول. اقعد هنا. ابوك بقاله 35 سنه بيخلص، انا فيها لا اخفيها. انت تبلغ صاحبك يجي هنا في التو اللحظه ونحط النقط على الحروف، والا نروح ابو زعبل سوا. مش هتروح تشوف بابا؟ بابا ايه بقى؟ ده انت اللي بابا. مختار. يا شفيق في حاجه؟ بقول لك ايه، ابوك شاف البرنامج وحادف 100 يمين لا يطب عليك دلوقتي لو انت ما جيتش حالا. يا نهار ابويا اسود، ده كده ممكن نتكشف ونروح في ابو نيكله. انا قلت لك يا عم من الاول انا ماليش دعوه. طب سلام دلوقتي. سلام. يلا يلا. ايه ده في ايه؟ ده انت هو حوشينك انا انت هو واحد الله من طول الشغل وعارف اللي انتوا بتعملوه. والله لا اعمل معاكم السليمه. انت بله حلوه وبلتين حلوه يا بله. ياه فكرتني بلحظات جميله قوي يا بله. ما تقلقش من اي حاجه، احنا واخدين برميشن من الشوح المعلم بتاعك. ايه ده؟ التوتش انا خدامك يا زعامه. قول لي بس مين دسك على طرف وانا شنيرهولك. انت يا حيوان اللي دوستلي على طرف. شنير لي نفسك بقى ممكن. يا ليت اهلي السودا. انا يا توتش انا والله ما عملت حاجه، وربنا ما عملت حاجه يا توتش. ما تحلفش عشان مش بحب اللي يحلف. سؤال ورد غطاء. الحيوان اللي انت جرجرته عندي على المعسكر وخطف زيكا اسمه وساكن فين؟ شلف نواهدري يا توتش وتتكسر نضارتي لو كنت قلت اي حاجه زي كده. انت بتلبس نضاره؟ لا بس لو كنت بلبس نضاره كنت كسرتها يا توتش. انا هسألك لاخر مره، فين الولد واسمه ايه؟ ما اعرفش. ما تعرفش؟ سوكا بازوكا حضروا له المارشميلو. ايه ده في ايه؟ ايه ده في ايه ده؟ عارف المارشميلو؟ ايه ده؟ تعرف غزل البنات؟ مش هو. تعرف البطاس؟ هو أشد من البطاس. أول ما هتاكله من هنا فجأة ودانك هتفور وتقع في الأرض، ملامحك هتتعجن، مناخيرك هتطير عشان تشحك كويس بالجمجمة وتسحب على الناس. بلاش المارشميلو. تسحب على الناس. بلاش المارشميلو والنبي يا توتش والنبي يا توتش. أوكي. خلاص. ها؟ كانت لحظة الشيطان. أنا هقول لك على كل جاوب. الحقيقة إن أنا عمري ما قابلته. المارشميلو في الناصية اللي هناك دي. يلا يا اولاد ارموه يلا على السوبر ماركت. انت عايز شوكولاتات وشباسي يا كاتشانا؟ لا انا مش عايز. يلا بسرعه.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وصلتوا لإيه؟ أنا نفسي أفهم، أنت عايز إيه يابا بالظبط؟ عاوز حقي. أنا نفسي أفهم، أنت إيه اللي حشرك في المصلحة دي؟ اللي حشرني إني خلفتك وربيتك وكبرتك وسقيتك الصنعة من دمي ودموعي وابتسامتي لحد ما بقيت أسطى. هو أنت يابا معلمني النجارة؟ ده أنت معلمني النصب والصياعة يابا. أيوه، أهي كلمة الحق طلعت. علمتك النصب وأنت اللي قلتها بعضمة لسانك. فعيب قوي إن كبير النصابين صبي من صبيانه يعمل عملية في الخيفة وفي الدرة من ورا ظهره. طب يا أخي كنت قول لي، كنت اديتك من خبرتي. هو أنا يعني كنت هبص لقرشك؟ لا باصص لي يابا، هو أنت لو مش باصص لي هتجيبني على ملا وشي كده؟ أصله مش قرش، دي دولارات. وأنا بقى لما بتيجي سيرة الأخضر جسمي بيقشعر وما ببقاش عارف أنا هعمل إيه. وأنا راجل قنوع، أنا هاخد 50% بس. الله الله على القناعة يابا، ده إيه القناعة دي؟ ده أنت قنوع قوي، 50% وقنوعة؟ ما تقول لي حاجة يا عم شفشة. يا عم السنباري استهدى بالله كده، ما ممكن ما يكسبش ويمكن يخرج من البرنامج ويمكن يكسب الجايزة، مين يضمن لي حقي؟ طب خلاص، أنا هراضيك إن شاء الله. لما أكسب الجايزة هظبطك في قرشين حلوين، مش هبخل عليك يابا. ده أنت لما هتكسب الجايزة مش هشوف وشك، ولا صاحبك ده اللي خلقه ضيق الحمقي هيشوف وشك. صحيح يا مختار، ده انا عليا وعلى اعدائي، ده انا طربها فوق دماغك. ده انت شطان يابا، وسوست له، سخنك، خلاك تولع الغلايه. ايه يا ده انا شقك، ده انا شلك، ده عم السنباري نور لي حته كانت مظلمه. حق يا مختار. طب خلاص خلاص، مقضيه ان شاء الله. انا لما اكسب الجايزه ليك 20% يابا، وانت ليك 20%. خلاص احنا فيها. اكتب لي اقرار. الله. وانا كمان اكتب لي اقرار يا مختار. يا جدعان ده انا منكم يا جدعان، مش مستاهله يعني اقرار وكده يعني. ده مش ممكن، مش اب بيعمل كده. طب اكتب. لا اله الا الله، اهو ما بيكتبش القلم. خلاص المره الجايه، هي علامه، دي علامه من عند رب. في ايه؟ في علامه اهي. خلاص بقينا في مكتبه فجاه. ده مكتبه فعلا. ماشي اهو اقرار اهو يابا. تمام يابا كده مرضي. هات يا ابني صورها وخلاص. دي باسم انا، اصطفلوا مع بعض. روح يا ابني، الهي يوفقك دنيا واخره. لو عايز يبقى دول ب20. بس حاجه كده انت يعني حسابك كده مظبوط. ماشي، مع السلامه. سلام. نورتنا. الحقني يا حاج، ابني يا حاج، ابني اللي كنت بضربه. ايه بس ايه؟ ايه ده في ايه؟ بابا ميه لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. انت هتفضل تدعي كده وهتسيبني اموت؟ حرام عليك. اشرب العصير ده. ده عصير برتقال؟ انا اسف جدا، ما اشربوش غير فريش. طب انت عايز ايه؟ أنا ابني اللي قعدت 30 سنة أستمناه من ربنا، بعد ما جالي وكبر اتخطف قدام محلك هنا، وأنت الوحيد اللي هتقدر تساعدني. أقدر أساعدك بإيه؟ أبص على تسجيل الكاميرا اللي أنت حاططها بره على باب المحل عشان أشوف الحيوان اللي خطف الولد، بعد إذنك. الشاشة أهي سعادتك، شوف اللي أنت عايزه. أيوه بس أهو قفشتك يا حيوان. ما كنتش أعرف قبل النهاردة إن العيون دي تقدر تخون بالشكل ده، ولا كنت أصدق قبل النهاردة إني خدودك من الحقن مدلدلة. الله عليك، الله عليك.
جميل جميل. اكسبت خدودها مدلدله بس يو ار جريت يا مايسترو. شكرا. احسنت حقيقي. في عندك حاجه لشوبان او بليغ؟ لا معلش انت كده بقى تضطر تعدي عليا يوم الاثنين على بال ما اجهزهم لك. انا اسف. خد راحتك. طب ما تقول حاجه يا شيخ لحفني احمد حسن. حفني احمد قصدك حسن محمد الشارع اللي في فيصل ده؟ منصور الحفني. لا منصور الحفني اللي انا اعرفه عنه ان هو اتسجن وبعد كده اتعدم وهرب تقريبا ولا ايه؟ ده حقيقي، دي معلومه متداوله تماما. بالظبط. طيب سمعنا ما في جعبتك يا مايسترو. يلا بينا، يلا نقول ايه مثلا؟ نقول الحلزونه. نقول الحلزونه. بمناسبة بقى القعدة الحلوة دي، تعالى نسمع حاجة جديدة. خلاص لو على حاجه جديده بقى يبقى اسمعكوا قارئة الفنجان مثلا. انت بس كده، هخلي حد يقرا لك الفنجان بعدين. يلا يلا 1 2 3. الحان ركزي انت في الرسم يا الحان، مالكيش دعوه. كله كله انت يلا ماشي. ايوه الغنوه امتى؟ هتخش يلا ما ملبوس ده ولا ايه؟ القعده دي كلها فاير، محدش فيه هيتغير. براب وانا لسه صغير. ما شاء الله. نعمل راب انت تشاير. يا كلمات بديعه. بص بقى حتى انت مجاهد. كله يرفع ايده كده. كله يعمل ايده كده. خش بقى. لا مؤاخذه يا كابتن، انا يلزمني التراك ده وانا بتمرن في الجيم، ولا اقول لك تعالى انت معايا نفسك في الجيم. بنش باي بنش عليا الصلاة خوي. باي بنش جيم باي شوي. جود هاو ياو عضلات. ياي حلو يا جماعه. ياي صباح الخير يا أبي، انت لسه ما صحيتش؟ ايه ده؟ ده لسه ما رجعش وشكل كده هتطبل على دماغي. متدثر، يا ترى ابوك الاستاذ عبد الحفيظ فين؟ صباح الخير يا مدام علا، متهيألي أبي في المرحاض. الراجل ده زودها قوي، لازم يتظبط. مدام علا. نعم. مدام علا، دورنا على الاستاذ عبد الحفيظ في كل حته بس للاسف مش لاقيين. كده بقى انا اقدر اخد القرار السليم في العقل السليم. مستر ايهاب لو سمحت حضر لي كارت المغادره بسرعه جدا. حاضر. اوامك. حاضر. حالا. ما انا رايح يا مدام علا. تروح وتيجي بسرعه. حاضر. هروح بقى اغير واشوف الحان. اكسلون دالي، حلو قوي. اكسكيوز مي يا مدثر يا حبيبي، تعالى بس كده شويه علشان دالي بيرسم الحان، فما تطلعش في البورتريه ما تضايقناش. يلا. بيرسم ايه؟ ايه الحوار دوت بقى ان شاء الله؟ بيعمل ايه الواد ده؟ ده اللي بيرسمني. بيرسم ايه ده؟ بيرسم عليكي. لا بقول لك ايه، اوعى كده. لا اوعى يلا. يلا ايه من فضلك؟ ايه ده انت يا حبيبي؟ يا جماعه مفيش رسم. اوعى كده بقى كده. حاسب يا جماعه. في الواقع قومي كده بقى. يلا. في شويه قوانين بيتحتم عليا ان انا اقولها لكم من واقع المسابقه. استاذ عبد الحفيظ. ايوه يا فندم انا موجود. معلش حضرتك كنت فين بقى طول النهار مختفي؟ انا كنت بكوي الترنج بس لانه انت عارفه الخامه دي بتبقى صعبه، وبعدين شويه احماءات على اطالات عشان بس الترنج. هايل يا وحش. انت عارف ان التسخين اهم حاجه عشان ما يجيلكش كرام. كرام بايه وبتاع ايه؟ ده مش ميعاد غدا. بقول لك ايه، جاي لي جري. ليه يعني؟ جاي لي جري. لا يا عم مش قادر يا عم. 5 كيلو في السريع وهنرجع. انت مش شايف كرشك عامل ازاي؟ ده انت محتاج تنزل 5 كيلو قبل ما تجري. طب تمام اسكت بقى. ايوه دلوقتي انا عايزه اعرف كنت بتستعد لايه؟ مش النهارده اليوم الرياضي؟ يا كسفتي يا احراجي، ادي الاحراجت اللي انا احرجته. ايوه فعلا، بس المفروض قوانين اللجنه بتقول انك لا يمكن تغادر المكان الا باذن مسبق. لا انا ما غادرتش المكان، انا كنت موجود فوق سطح المقر عشان الشمس زي ما حضرتك عارفه، والعظم فيتامين ش بقى. فيتامين ايه؟ فيتامين ش شمس. ايه فيتامين ش ده؟ اسمه فيتامين د. لا ده من 9 ل 11، انما من 12 لحد المغربيه فيتامين ش عشان بتاخدها مكثفه. هنحط عادي عليكم تحت الستارز تيجوا. احنا هنحط عليكم عادي هنا او في النادي. احنا صاحبي توب صاحبي توب، ده الشيء بحبه حب، اللي بينا عيش وملح مش حليب وبيت في شوب. عاش عاش
مقر برنامج أحسن أب. النهاردة اليوم مختلف تماما، لأن الآباء والأبناء هيقضوا يوم رياضي متكامل، ومن خلال اليوم الرياضي ده هنتابع سلوك الآباء مع أبنائهم وعلاقتهم بيهم. وكما تقول الحكمة دائما، الرياضة هي تربية النفوس قبل أن تكون إحرازا للكؤوس. وزي ما انتم شايفين الحماس كله في المكان. النهارده عندنا منافستين، بينج بونج للاولاد، ودلوقتي هنلعب ضربات جزاء مع الاباء. مشاهدينا في كل مكان، ما تروحوش في أي حتة، تابعونا. ودلوقتي ميعادنا مع التحدي اللي كلنا مستنيينه، تحدي ضربات الجزاء بين الاباء. هنشوف فريق استاذ منير هو اللي هيكسب ولا استاذ عبد الحفيظ. داخل كابتن ابراهيم، داخل وبيسرح شعره. الله الله عليك، جول جول. لا شويط طبعا. وكده يبقى 1 لفريق استاذ عبد الحفيظ. داخل كابتن مجاهد ابو عمه، داخل داخل يا بره. كابتن طاهر ابو زيد الاسطوره بتاعتنا، الله عليك يا كابتن. في الشارع برضه، برافو عليك. جاهل جاهل. دلوقتي كابتن عز راح يقف في الجون بفورمته الحلوه، طبعا هيسد الجون. داخل كابتن بسيوني بالبهجه اللي عملها لنا في البرنامج. داخل داخل قبل الصفاره. مش هينفع مش هينفع، الحكم لغاله. لا لا يا جماعه، لا نهدى شويه يا جماعه، مش هينفع كده. دي خناقه جامده جدا، واضح ان في ناس كتير هتتعور. بصي علي ابن بسيوني بيتخانق مع الحكم. ايه ده الولد ده سليط اللسان جدا، وبعدين ابوه كمان بيشجعه. ده هو السبب الخناقه مع الحكم. حد طفل زي ده يتخانق مع حكم؟ داخل كابتن منير، مسيو منير، داخل الكره المهمه جدا بالنسبه له. بره في الشارع برضه. كابتن حماده داخل يصد كره استاذ عبد الحفيظ. مسيو منير بيقول له لا، بيقول له ارجع، بيقول له ارجع، دي كورتي انا. بيرجعه. لا رايحين يقفوا عليه. ماشي استاذ عبد الحفيظ. جول! الله عليك يا كابتن عبد الحفيظ، مبروك لفرقة كابتن عبد الحفيظ. ايه ده؟ ايه؟ ان انا مش طايقه عبد الحفيظ ده، لكن كسب. شويط. اشرب حاجه تهدي اعصابي. I hope you had a safe flight, and I hope you will like the staying here. You will love Egypt, trust me. You will love it. Welcome to Egypt, Mr. Dimitri. حبيبي تسلم. حبيبي تسلم. انت طلعت مننا وانا عمال يا جدع قول لي من الاول. عايزين اوضه سنجل يا مستر ديمتري بعد اذنك. اوضه؟ عاوز بنت هاوس. لا ايه بنت هاوس ده؟ انت فاهم غلط. بنت هاوس دي احنا بنجيبها في الكومباوند. هنا في اوتيل نجيب اوضه سقنطاط على قدنا. حبيبي تسلم. ها؟ حبيبي سويت. في ايه؟ ليه سويت؟
تعرفش تشتغل في السويت ولا ايه؟ رويال سويت. في اي طلبات تانية يا ديمتري؟ جاكوزي وعربيه. سهله سهله. جاكوزي، في جاكوزي؟ عربيه يا عم، خد عربيتي، انا استريحت لك بصراحه. لا، عاوز ليموزين. من اجل لابتوب يا ديمتري. تسلم. نورت مصر. رويال سويت. مشاهدينا في كل مكان، دلوقتي مع فقرة تحدي الأبناء. كل الأبناء دلوقتي بيتنافسوا علشان واحد بس هو اللي هيفوز معانا النهاردة في برنامج The Good Father. خليكم معانا وما تروحوش في أي مكان. برافو جامد، برافو. جوب يا ياسر، جوب. السيرف ده يرشق في قلبه. ايه ده بس؟ تعالى. اديله يا مدثر يا حبيبي، اديله. الله عليك يا مدثر، الله عليك يا ابن النيل. شوط زي ما تشوط، معانا الاخطبوط. الحمد لله. بتقول لي ان انت لعبت البنج كده يا ابني. ايه الكلام يا شوية خنافس؟ هل من منافس؟ هدي قلبك يا ابني، مش معنى ان انت لعيب قوي في اللعبه هتتنطط على بقيه الاطفال. طبعا ابن مدثر موهوب قوي في لعبه التنس طاوله، او كما يقولون البنج بونج. من غير ما اتمرن يا ابي اول جمهوريه. وده لان اللي بيلاعبهم 5 وردنجيه و5 مسترجيه. باردون يا عزيزي، هو صحيح ابنك كسب كل الاطفال لكن ما يقدرش يكسب دالي. دالي موضوع مختلف. دالي يعمل منه بانفغي، بطاطس محمره. ايه يا حبيبي؟ وسط الخنافس في منافس. دالي اقضي عليه. ويقضي عليه ليه؟ هو ابوه مات؟ اكسكيوز مي، انت اللي عاوز تقضي على دالي؟ انا اللي هلعب. طيب العب مع حد على قدك. ما هو على قدي. لا انا مش قصدي على قد مخك، قصدي على قد حجمك. مين يعني؟ اسمح لي اسفلتك. انت اللي عايز تلعبنا يا منير؟ سيلفو بلاي. تسمح لي امحرك؟ تشالنج اكسبتد. مين اللي هيكسب يعني؟ ابي يعني طبعا. يا المضرب مشبر والله. بره. يا منير قول، اللي هيجيب دي هو الخلصان. يلا بينا. هتشوف شربوفة قدامك دلوقتي. بص لوحدي اهي. نعيدها؟ نعيدها ليه؟ عشان خاطري بس خبطت في الترابيزه. ماي داد. عن اذنك استاذ عبد الحفيظ. طب ممكن نعيدها اخر نقطه دي؟ مش هينفع خلاص. سي يو. باي باي. ايه اللي انت عملته ده؟ اعمل ايه يا عم؟ جت في الارض قبل ما تروح هناك. ارض ايه وبتاع ايه؟ الله، ما انا لعبتها بالطريقه دي بس هي ما ظبطتش معايا. بتاع ايه يا عم؟ ما تخلينيش بقى اديلك بالبتاع ده. ايه ده؟ في كاميرات. انا ابوك يا مدثر يا حبيبي. ولا في كاميرات؟ ما انت العبط يا اخي في دماغك. بتمشى في الزمن محشي طاقة وعندي أمل، عبقري ومثير للجدل، راس رافع للسما، بتوديني وتجيبني دارة الغسالة. الحمد لله على السلامة يا عم زنبالي. إيه؟ مفيش حاجة يعني لافتة انتباهك؟ استنى ما تقولش، هقول أنا. جايب لنا مانجا. عويسي. مانجة إيه وعويسي إيه؟ انت مش واخده بالك من الاطلاله؟ اللوك الجديد. صحيح، دي شكلك متغير خالص. الطقم من عند بول اند بيرد، والحلاقه عند ابراهيم الصغير. انا لقيتك بصالي بصه ابويه فقلت اعمل لك اندر ايدج. هو انا ما قلتلكش؟ لا، ما انا بالشكل ده عمرك ما هتقولي لي. مش شكلك الاول كان احلى؟ قرع ومرع حاجه كده تشحن نفسي. ايه بقى؟ ولا كده عاجب ولا كده عاجب. اعمل لك ايه يعني؟ تحبي امشي لك على الحيطه ولا تلاقيكي بقى شايفه لك شوفه تانيه؟ لا، تقف عوج وتتكلم عادل، مش انا اللي يتقال لي الكلام ده. وبعدين ده انت الراجل الوحيد اللي مال عيني، بس انت اللي متوهوج ومتلهوج. بس لو كنت تديني وقتي. انا الراجل دلوقتي بلعب في الوقت البدل الضايع. نفسي ادخل دنيا وابدا شهر العسل قبل الحكم ما يصفر صفاره النهايه. ايه بقى؟ ايه؟ وانا كل ما اجي اقرب منك تدخلي وتقفلي الباب؟
طبعا انا عارفه تعب الاعصاب والحماس الشديد اللي عندكم دلوقتي علشان تعرفوا مين هيودعنا ويغادر البرنامج. تابعوا الشاشه عشان تعرفوا نتيجه التصويت. استاذ عبد الحفيظ. لا اله الا الله، قلبي كان حاسس. طب ما تدوني فرصه تانية. يا استاذ عبد الحفيظ بقول لك جاهز عشان تعرف نتيجه التصويت؟ انت كل مره بتعملي فيا كده يا استاذه كرنك، كل مره بتطلعوني نمونيه، كل مره نمونيه، ايه ده؟ يا استاذ عبد الحفيظ انت اللي بتفهم غلط. استاذ طاهر جاهز؟ جاهز، ويا ريت ننجز بقى، خلاص بلاش جو السسبنس ده يا جماعه. استاذ بسيوني جاهز؟ انا مولود جاهز. ماشي. ودلوقتي نسبة التصويت عمالة تزيد، وهنعرف مين هيغادر البرنامج دلوقتي. للأسف بسيوني أخد أقل نسبة تصويت وهو اللي هيغادر. أنا آسفة جدا جدا جدا. الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر. الحمد لله يا رب، ما أنت كريم يا رب. الحمد لله، ما تزعلش يا بسيوني. انت اكتر واحد فرحان فيا. ما عشان انا مكمل الحمد لله. بمناسبة الخروج اللذيذ ده هنسمعكم انا وعلي حاجة لذيذة. شغل لنا البيت. يلا بينا. ماشي. يلا ماشي. خلاص. يلا بقى يلا بقى. يلا. الباسيو راجع بيته. خلاص. هيعمل باتل راب. خلاص. هشجعوني صحابي هما والاباء. ماشي. هتوحشوني. سلام سلام. خارج بره. سلام سلام. طالع بره. سلام سلام. فين الباب. سلام سلام. ولا خارج مش زعلان. ماشي. بالعكس انا فرحان. ماشي. عندي باتل راب. هنكسب بالكلام. هيوحشوني صحابي. بودي زيد الحان. بالخروج راضي. مدثر اسر صفاء. هنخرج بره يلا باي باي. طالعين يلا باي باي. سلام سلام يلا باي باي. سلام سلام يلا باي باي. هتوحشونا يا جماعة. هتوحشنا يا بسبوسه. هتوحشني قوي 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 يا بوب رابسي كله. ان شاء الله هتحط على الكل. يلا مع الف سلامه. سلام. اشوف وشكم بخير يا وحوش. حقيقة هتوحشوني قوي. ايه ده يا عز؟ ما تهرجش، انت اسمك ما طلعش في التصويت. جريه يا مايسترو، مزعل نفسك ليه بس؟ خلي حمولة المركب تخف شوية. حقيقي كان في فيلم للبيج رامي، والبيج رامي اعتذر فجابوا بيج عز. الف مبروك الف مبروك. الراجل بتاع الدرايه كلمني اكتر من مره. انت لسه ما استلمتش الاقرار ولا ايه؟ بظبط بس شويه اوراق وهسلمها اخر اسبوع. ما تقلقش نفسك خالص يا مستر محمود. ماشي ماشي. انت فين اليومين دول؟ مين الراجل الروسي انت رايح جاي معاه ده؟ مدير الاوتيل اللي هو نازل فيه قال انه شافك معاه. ايه؟ تعمل بيزنس من ورايا ولا؟ انا اعمل بيزنس من وراك؟ خالص. انا بس جالي اوفر 50% على الكورس الروسي، فقلت بصراحه استغل الفرصه، وبعدين احتمال نفتح بيزنس في روسيا. لازم نبقى عارفين نعمل ايه ولا ايه؟ طبعا مهم جدا الكورس الروسي ده. يا سلام طبعا. انا معجب جدا باجتهادك في كل حاجه، بس مش معجب بغبائك في اهم حاجه. كارلا مامتها بتقول انها زعلانه منك. يا انكل هي زعلانه عشان انا ما اتفرجتش على البرنامج. انا مش لاحق اتفرج عليه. بس ده اهم خطوه